بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. محمد الشتوي، فاعل جمعوي هنا بجامعة أولاد عياد الحضرية. هنا بالنسبة للأزمة ديال العطش أو أزمة الماء هنا بجامعة أولاد عياد الحضرية اللي كتعاني منها الساكنة العيادية حوالي 6 أشهر، حوالي من شهر 6 والعيد الكبير داز والناس ما زالت تعاني هذه الأزمة ديال العطش اللي صابت هنا الساكنة برمتها. دقينا عدة أبواب كيف ما كنا قلنا في عدة مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هذه الابواب هذه لقيناها موصده في وجوه الساكنه العياديه، لولا مؤخرا اللي دخل السيد الباشا. هذا السيد الباشا اللي جاء جديد مؤخرا دخل وعطى بعض الحلول، ربما هناك في بعض نقط سوداء كحي الامل وحي النخيل وحي نبيعات، ولكن هذا الشيء ما تينفعش، وما هذا الشيء ما زاد عاوتاني الساكنه العياديه عطش في عطش. لهذا تناشدوا وتنشوفوا مع الناس المسؤولين باش يشوفوا لنا هذا الحل. تناشدوا السيد والي الجهه والسيد عامل العمل الاقليمي في قليم بصح باش يشوف لنا هذا الحل ديال الازمه ديال العطش، ازمه الماء اللي صابت الساكنه. لهذا تنشوفوا وخاصنا بغينا نهضروا مع الناس ديال الاراضي، حتى هما بغينا نشوفوا لنا هذا المشكل ديال الحل. شوفوا لنا هذا المشكل ديال الماء صراحه اللي طول بزاف، لان الاراضي والناس المسؤولين ديال الجماعه هما يتحملوا مسؤوليه في هذه الازمه. علاش؟ لان الناس ديال الاراضي ثانيه معهم الجماعه واحد الكونترا، والناس كذلك تيتسناو الناس ديال الساكنه العياديه كذلك لسانين مع الناس ديال الاراضي كونترا. وهاد البنود صراحه اللي ضربوا صراحه ضربوا عرض الحائط. علاش هذا تتساءلوا الساكنه العياديه حتى لين الناس تتموت بالعطش. واش الناس ولفوا الكروسه؟ ما عرفتش. ناضلنا وخرجنا في عده وقفات وعده مسيرات احتجاجيه سلميه امام الاراضي وامام الجماعه، ولا احد تحرك أو حرك ساكنا بهذا المشكل هذا. لهذا مرة أخرى تنطالب المسؤولين يتدخلوا. مؤخرا دارت واحد البادرة طيبة من الشباب ديال أولاد عياد، داروا واحد مجموعة ديال الشباب، مجموعة ساند. ربحنا خدامين الحمد لله، وتنجمعوا التوقيعات من الساكنة لأن غادي نديروا واحد الشكاية إن شاء الله غادي يوقعوا فيها الساكنة العيادية، لحقاش هادشي راه بزاف. لهذا تنطالبوا عاوتاني مره اخرى من السيد الوالي والسيد عامل عمل الاقليم في قليم صاحبي باش يدخل لنا يشوف لنا هذا المشكل هذا ديال الماء، لان هذا الماء عنصر وماده حيويه قال فيها الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وكذلك دارت الدستور في الماده 31 اللي قال لك خاص المؤسسات والجماعات الترابيه توفر جميع الوسائل الممكنه باش توفر لنا واحد الجغمه ديال الماء. لهذا مره اخرى هذا نداء تنقولوه امام الملأ: عطيو الناس وعطيو الساكنه العياديه الماء. كيف يعقل ان عده جماعات هنا باقليم في قليم صالح الحمد لله توفرت لهم هذه الماده الحيويه الا وهي الماء صالح للشرب؟ علاش جماعه اولاد عياد بوحدها حتالين غادي نبقاو عطشانين تالين عباد الله تالين؟ لهذا مرة أخرى في الأخير تنبغي نوصل الرسالة ديالي الناس المسؤولين كاينين الفوق باش يشوفوا لنا هذا المشكل هذا. والسلام عليكم.